قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضع هشام المشتري المشتبه الرئيسي في تورطه في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس وشقيقته وأرملة الراحل رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة. وأفادت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق ما زال يحقق في القضية التي هزت الرأي العام الوطني، مشيرة إلى أن المتهمين في هذه الجريمة البشعة يتابعون من أجل تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والمشاركة باستعمال سلاح ناري بدون ترخيص. وأمر حسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدم تقديم المتهمين في قضايا الحق العام كإجراء وقائي وحفاظا على أمن المعتقلين، وتخصيص زنزانة انفرادية لكل مشتبه فيه على حدة تحت حراسة أمنية لكل واحد. نشكرك على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.